اذا راكي تخمي واش ديري للعشاء ولا للغدا، الفكره راهي من عند اميره. جبت لكم اليوم هذا الكغاتان لي لاباس تاعو بالبطاطا، يجي بزاف بنين يا البنات. وباش تعرفي البنه تاعو لازم تجربيه. لازم تجربيه. شوفوا يا البنات، يجي شاد روحو، القوام تاعو هايل، بريستيج، يجي رائع. يعني تقطعيه هكذا دي مورسو للضياف ولا لوليداتك، زاكي ما شاء الله، مشمخ، ما يجيش كاع يتكناشف. واهم حاجه انه يجي شاد روحو، يجي بزاف هايل. نروحوا نشوفوا الطريقه والمقادير، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لي جيم باش يوصل الى اكبر عدد من المشاهدات. وحاجه اخرى، لازم تابونيو في القناه باش يوصلكم كل جديد مع تفعيل زر التنبيهات. نروح مباشره للوصفه. ما تنسوش يا البنات انكم تتبعوا الفيديو للاخر. المهم نروح نشوفوا هذا الكراتا اللي بزاف بنين. المهم واش راح نحتاجو؟ هنايا عندي كيلو تاع بطاطا كيما راكم تشوفوا هنايا، كيلو تاع بطاطا. راح نقيها وراح نحطها في الماء. علاش نحطوها في الماء؟ باش شوفوا نقوا البطاطا تاعنا ونحطوها في الماء. علاش؟ باش كي نقليوها ما تتحرحرش معانا وما تتقطعش، باش لو غراتان تاعنا يجي على حبه ويجي شاد روحو وما يجيش مدقدق. كاين لي غراتا يجي مدقدق شغل مهرهر، انا ما نحبش الغراتا هكذا، نحب كل حاجه باينه فيه. المهم راح نقطع البطاطا قدامكم وراح نوري لكم لاستوس كيفاش البطاطا تاعكم تقعد على حبه. المهم راح نقشر كامل البطاطا، هاني قشرتها وبدلت لها الماء، شللتها مليح. الان راح نقطعها قدامكم. كيفاش نقطعوا البطاطا يا البنات؟ ما نقطعوهاش هكذاك برك، لازم تقطعوها شويه خشينه، ما تقطعوهاش رقيقه، لانه هذه البطاطا هذه راح نديروها في المقله تتقلى بيان سور. شوفوا يعني ما تكونش رقيقه بزاف، نخلوها شويه هكذا ملحمه، باش كي نبداو نديروا لها المونتاج في الوصفه فاو في البلا تبقى شاده روحها وتقعد لنا شابه. راح نكمل كامل البطاطا تاعي نقطعها بهذه الطريقه وهي في الماء، وبعدين راح نصفيها من الماء ونملحها بطبيعه الحال ونروحوا نقليوها. الان نروحوا للحشو نتاع هذه الوصفه. تبعوا يا البنات. حبات نتاع البصل يكونوا متوسطين، قطعتهم رقيق. راح نضيف لهم 2 معالق كبار نتاع او معالق كبار نتاع الزيت النباتيه. شوفوا نشرح لكم كامل الطريقه باش هكذا كي تجربوه تنجحوا فيه 100%، ماشي 80 ولا 50، 100%. هنا عندي ربطه تاع المعدنوس، شوفوا يا البنات هنا عندي ربطه مليحه تاع المعدنوس، راح نقطعها رقيق رقيق. وهذا المعدنوس يعطينا واحد لوغو للغاتا تاعنا ماشي نورمال. المهم قطعوه بزاف رقيق، يعني هكذا ربطه مليحه كيما راكم تشوفوا الفيديو راهو واضح. الان واش راح نديروا؟ هذاك البصل اللي كنا دبلناه واش راح نحطوا له؟ راح نحطوا لي زيبيس تاعنا. انا هادو لي زيبيس دائما نخدم بهم باسكو خفاف وما يجوش ما يريحوش بزاف، ونحط كميه قليله. لي غراتان في لي بلا ما تكثروش لي زيبيس، باسكو لي زيبيس ينحوا لنا لو غو نتاع المواد او الخضر اللي درناهم في هذا البلا. عندي هنا كميه من الفيونداشي وتقدروا تبدلوها بالبولياشي كيما عندكم اللي متوفر عندكم. حطيت هذيك الربطه تاع المعدنوس اللي كنت قطعتها رقيق. راح نضيف الملح بيان سور، وراح نحط هنايا الكركم. انا الكركم مدخلاته كامل في الطبخ تاعي، لانه الكركم هو واحد الماده بزاف مهمه للجسم تاعنا وما فيش الريحه وفعال وصحي بزاف. عندي هنايا بابريكا حلوه او فلفل احمر، الفلفل شويه حار، درت شويه حروري وفلفل اسود. هذا واش حطيت؟ ما حطيت حتى توابل، هادو اللي راهم يخرجوا لنا حطيت هادو اللي متوفرين عند كامل النساء في الدار. راح نحط هذا الخليط، راح نحطه على النار نطيبه مليح وبعدين نرجعوا. هنا نروحوا للمونتاج نتاع الوصفه تاعنا. انا ما حبيتش نوري لكم كيفاش باش ما الفيديو ما يجيش طويل. المهم البطاطا تاعي هاني قليتها قعدت هي. شوفوا يا البنات ما تحرحرت ما تكسرت. تبعوا الطريقه وشوفوا كيفاش توصلوا الى نتيجه هايله. هنا عندي 2 حبات نتاع البيض، هذا واش عندي. راح نكسرهم في الغيسيبيون وراح نحط لهم كاس غير مملوء نتاع الحليب نورمال من الثلاجه ولا عادي. المهم ماشي مهم، المهم الحليب يكون عندكم. الحليب هذا ما كان، ما ديروا لا كريم فريش لا والو، ديروا الحليب اللي متوفر عندكم في الثلاجه او مخرجينه من الثلاجه. دبروا ريصانكم. حطي هذاك النصف كاس او كاس غير مملوء عفوا. الخليط تاع او الحشو اللي طاب معنا لازم نخلوه يبرد ملح. وحطيت ملعقه كبيره نتاع مبشور نتاع الجبن، يعني
فخوماج غابي، ولا ما عندكمش ما ديروش. المهم راح نخلط هذا الخليط. الخليط تاعي نتاع الفيونداشي او الكفته كنت يعني بردته بعد ما طابلي، بردته هكذا شويه في الطاقه، خضر شويه الهواء باش كي نديروه في الخليط ما يطيبلناش البيض. مفهوم؟ راح نحط كامل الخليط هذاك اللي درناه في الحليب وفي البيض، وراح نخلطه واحد شويه، غير شويه هكذا، خلطوا برك وجيبوا لو بلان تاعكم اللي يدخل للفرن. هذه الوصفه او هذا الغاتان بيان سور في الفرن. شوفوا هنايا سهله مهله. الان نروحوا للمونتاج نتاع الوصفه ديالنا. راح نحط هنايا البطاطا تاعي هكذا نستفها. شوفوا حاجه سهله مهله، ستفوا مليح وحاولوا دائما البطاطا تخلوها بجنب بعض، يعني كوليوها مليح باش تعطيناك شغل فرشه شابه كيما درت انايا. ما تخلوش الفراغ، كي تدخلوا الفراغ الكغاتا تاعكم كي تجيو تنحوه من البلا يجي يلصق لكم وما يجيش شباب. ديروا هكذا، فرشوا بيان البطاطا تاعكم. هنا واش راح نحط؟ راح نحط النصف الخليط نتاع لا فيونداشي مع الحليب والبيض هكذا، نفرشوه مليح ونخلي نصف الاخر نغطي به لو كغاتا. شوفوا يا البنات، ديروا هكذايا، ستفوه مليح بالملعقه، ومن بعدين راح نديرو دوزيام كوش نتاع البطاطا. هذه هي الوصفه تاعنا. شوفوا يجي واحد الكغاتا ما نكذبش عليكم، للصيف، لرمضان، للضياف، يجي بزاف بزاف بنين، غير بشويه تاع الكفته نتاع الدجاج ولا نتاع لا فيونداشي وانت تحصلي على كغاتا بزاف شباب. واللي تحب يعني دير كيما هذا لو بلا هذا فيه يجينا 6 قطع، واللي عندها كما يقولوا فاميليا نومبرو ولا عندها بزاف الاولاد ولا ضياف ولا دير بلا شويه كبير وتضاعف المقادير. هذا ما كان يا البنات. نعاودوا نحطوا هذاك الخليط من الفوق ونكوليوه مليح ونحاولوا نستفوه ونعدلوا باش يجينا كامل على جهه ويجينا شباب. كي نقطعوه يقعد هو يقعد لنا بزاف هايل. المهم راح كيما راكم تشوفوا هكذا نحاول نفرشو تري بيان، ومن بعد نضيف له شويه نتاع فخوماج رابي اللي متوفر عندكم ديروه. المهم ديروه غير شويه هكذايا ودخلوه على فرن مسخن 180 درجه، ما ياخذش بزاف الوقت، حوالي 20 دقيقه يكون واجد. لما تشوفوه تحمر ونشف معاكم وتدخلوا الموس انه هذاك البيض طاب معاكم، زينوه بشويه تاع معدنوس. وانا زينته هنايا بطوماط سوريز قطعتها على زوج، يعني باش تعطيني برك الشكل شباب. تحبي ما تزينيش وشنو ديروا له شويه تاع المعدنوس يعطي واحد الجماليه واحد الرونق للبلا تاعنا. البلا تاعنا راهو سخون، نشف البيض، نشف طاب الحليب هذاك، نشف البيض هذاك طاب معانا. راح قطعوه يعني معتدل، يعني سوا وقدميه مع سلطه فقط، سلطه فيرت كافيه جدا مع هذا البلا. يجي بلا واش نحكي لكم ما تشبعوش منه صراحه. وكي تقطعوه وترفدوه شوفوا يا البنات يجي شاد روحو كيما لازانيا، يجي شاد روحو وما يجيش كامل مغنجق في الطبسي. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تبارطاجيوها مع البنات، لانه وصفه بمليون وصفه يجي بزاف بنين يا البنات. اذا وصلتوا لهذه النقطه من الفيديو نقولكم ما تنسوش تبارطاجيو وتجاميو وحطوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. هذه وصفه اليوم، غراتان في الفرن، وصفه صيفيه هايله وبنينه. كانت معكم أميرة الجزائرية، نقول لكم الى اللقاء. ترقبوني في وصفات قادمه صيفيه ان شاء الله.